حبايبي الحلوين، في الجو المتكتك ده ما ينفعناش إلا كوباية حمص الشام بالشطة بتاعتها والدقة وعصرة الليمون. حاجة كده جنان. يلا تعالوا ورايا ونسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا ربع كيلو حمص أو بليلة منقوعة 12 ساعة. أيوة زي ما بقولكوا كده، كل ما بتتنقع أكتر يبقى أحلى، بس ما تزوديش في النقع. هنغسلها كويس قوي لغاية لما المية بتصفى من عليها، تحس كده إنها نضفت. وقبل ما تنقعيها هتنقيها علشان ما يبقاش فيها لا زلطة ولا طوبة، وتكوني جايباها من مكان معروف. تمام، خلاص. بعد النقع بقى صفينا المية، وضروري نصفي المية لأن المية اللي عليها مية مش كويسة، فيها غازات طلعت أثناء النقع. هننزل عليها ونغطيها بمية سخنة علشان تغلي معانا. رشة الكمون في أي بقوليات عودنا بعض عليها. نقفل عليها ونسيبها على النار. كل ما الريم يطلع من عليها هنشيل الريم ونرميه زي ما حضراتكم شايفين، ونقلبها من تحت لفوق. هنجسها كده بإيدينا، هنختبرها. لسه نكمل سوي ونسيبها على النار شوية لغاية لما نظبط بقى. هنعمل ايه؟ بصلاية في الخلاط، ومعانا فصين توم، طماطماية مبشورة. تمام، معانا كمان ربع كوباية مية. احنا اخدنا بصلاية، فصين توم، طماطماية مبشورة. هنضربهم في الخلاط. بعد كده هنصبهم على البليلة أو الحمص وهو بتتسلق، وهنقلبهم مع بعض. هنحس إن الطماطم مع هتكمل سويها بقى، وهنزود مية الحمص عندي أحسن من الحمص نفسه. هنقلبها مع بعض ونسيبها التكات بقى والحركات بتاعتها. هننزل بإيه؟ أول حاجة رشة بابريكا. تمام، هنظبط معانا توم باودر، بصل باودر، شوية كمون، شوية شطة. اللي يحب يزود الشطة يزودها زي ما انتوا عايزين. أهم حاجة نحط مقدار البهارات حاجة صغيرة، ما نزودش عشان الطعم ما يقلبش. بعد كده هنقلبها مع بعض ونسيبها تاخد وتدي مع نفسها. رشة السكر اللي بقولكوا عليها بتعادل الحموضة وبتظبط الطعم. ممنوع نحط ملح أثناء سلق الحمص، هيحلزم معانا ومش هيستوي. نسيبه تغلي بقى على النار لغاية لما يستوي ويتكتك خالص مع نفسه. خلاص استوى، وبقى سكر والمية بتاعته جنان الجنان. يلا نحط الملح بتاعنا ونظبط التظابيط ونصبها في كوباية بقى مع عصرة ليمونة. في البرد ده هتدفينا. تخيلي بقى الكوباية بقت بكام. نعملها في بيتنا ومكونات قليلة ونظبط كل مع بعض اهيا مع عصرة الليمونة. حابة تزودي بقى شطة زودي، كل اللي يحب حاجة يزودها. لو عملتيها بالطريقة دي انسي انك تشتريها من بره اطلاقا. تمام، يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى لايك، شير، والتعليق الحلو منكم، ودعوة حلوة من قلبكم. نعمل حمص الشام مع بعض. دمتم في رعاية الله وفضله.